إنا لله وإنا إليه راجعون. النهارده الصدمة بقت حقيقة، واللغز اللي بدأ من أسبوعين في دبي انتهى بنهاية مأساوية. المحامي مصطفى مجدي طلع من شوية وأكد الخبر. الدكتور ضياء العوضي فارق الحياة، لكن الموت هنا مش مجرد خبر جنازة، دي بداية لأسئلة مرعبة. المحامي نفسه بيقول إن في غموض بيحيط بالموضوع، والسبب لسه مجهول. ليه الدكتور في كامل صحته وبيمارس حياته طبيعية بيختفي أسبوعين وبعدين يظهر جثة هامدة؟ هل فيديوهاته هي السبب؟ وخصوصا إنه اتريق على السيسي. دماغك دي تنفع تيجي عندنا نقابه المهندسين؟ رحت عملت فيها مره لقاء، كنت على وشك سب الدين. طقم يعني بص كهن على راي اسمه ايه، ما لقيتش غير كهن. انا اعمل ايه في البلد ده؟ انا لقيتش غير شويه كهن. وطبعا كان تلاجتي مليانه ميه ساقعه، فقلت معقول هبقى رئيس؟ يعني الاقي كهن وعندي ميه ساقعه في البيت؟ قلت هبقى رئيس بقى على طول كده. ما هو اي حد عنده ميه ساقعه يشك في قدراته يبقى رئيس على طول. انت فاهم القصه؟ فلا يعني ارجوك ارجوك. ضياء العوضي ما كانش مجرد طبيب، ده كان صاحب لسان حاد ما بيعرفش ينافق ولا يمرهم. وفي عز ما النظام بيحاول يرسم صورة الزعيم الملهم، طلع الدكتور وسخر من قصة السيسي الشهيرة بتاعة التلاجة اللي ما كانش فيها غير مية بس. الدكتور قال بوضوح أي حد عنده مية ساقعة في البيت يشك في قدراته يبقى رئيس على طول. السخرية دي ما كانتش مجرد نكتة، دي كانت ضربة في صميم البروباغندا اللي النظام بيصرف عليها مليارات. الدكتور ضحك الناس على أسطورة الزعيم، ودي في عرف العصابة جريمة لا تغتفر. ومش بس كده، الدكتور ضياء حط عينه في عين وزير الصحة شخصيا، طلع وهاجم تعيين دكتور أسنان كوزير للصحة في مصر، ووصفها بأنها معجزة لا تحدث إلا في مصر. قال إن بتاع السنان ده فن خلع وتركيب، وما ينفعش يقيم أطباء بشريين أو يدير منظومة صحية لدولة بحجم مصر. الهجوم ده ما كانش مجرد رأي طبي، ده كان فتح لسياسة الولاء قبل الكفاءة اللي ماشية بيها البلد. الدكتور كشف إن المنظومة الصحية ماشية بالبركة والمحسوبية، وده خلاه في مواجهة مباشرة مع ناس تقيلة جدا في الدولة. الاخبار كلها السوشيال ميديا كلها بتقول ان الدكتور ضياء العوضي توفى وانا زوجته، وانا ما اتبلغتش باي حاجه من اي جهه رسميه، وكنت في الوزاره الصبح وما قالوليش ان في لا قدر الله خبر وفاه او اي حاجه. انا دلوقتي ما اتبلغتش من اي جهه رسميه من الدوله، انا زوجته. فرجاء يا جماعه لو دي شائعه احترموا مشاعر عيلته، بلاش كده. ولو الموضوع جد انا منتظره اي بلاغ او اي اخطار من الجهه الرسميه بالدوله، بعد اذنكم تبلغوني طمنوني على زوجي. انا زوجي متغيب بقاله اسبوع، ضياء العوضي، بعد اذنكم طمنوني عليه. تعالوا بقى نشوف الغموض الحقيقي. الدكتور اختفى في دبي من اسبوعين، تليفوناته اتقفلت، ومراته الدكتوره مياده طلعت في لايف يقطع القلب، بتستغيث بالخارجيه وبجهات التحقيق، وبتقول انها ما تعرفش اي اخبار عن جوزها، وبتعرف اخباره من السوشيال ميديا. الاغرب من ده كله ان صحف النظام زي اليوم السابع ومصراوي نشروا خبر وفاته بنوبه قلبيه وبعدين حذفوه فورا. ليه الاستعجال ده؟ وليه نشروا سبب الوفاه قبل ما تطلع اي تقارير طبيه رسميه؟ هل كانوا بيجسوا نبض الشارع، ولا السيناريو كان مكتوب وجاهز بس الاخراج هو اللي باظ منهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لسه مكلمني دلوقتي السفير حدد الجوهري، وأكد لي خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي، وسبب الوفاة لحد دلوقتي مجهول. احنا مش عارفين هو ازاي توفى ومن امتى توفى. انا حاسس ان الموضوع فيه غموض، وعارف ان اكيد الجهات المعنية هتوصل اللي عمل كده. انا طبعا ما اقدرش اتهم حد دلوقتي. المحامي النهارده بيقول ان السفير حداد الجوهري هو اللي بلغه، وان في ترتيبات دفن بس لسه ما فيش سبب الوفاة. المحامي استخدم كلمة غموض اكتر من مرة، والغموض ده بيفتح الباب
لأسئلة مشروعة. هل دكتور ضياء العوضي مات مقتول؟ هل تم تصفيته لأنه كان بيحضر لمشاريع طبية بتنافس حيتان الأدوية في مصر؟ ولا لسانه هو اللي جاب أجله في دولة حليفة للنظام المصري؟ الحكاية لسه ما خلصتش والجثة لسه ما بردتش، بس الحقيقة واضحة زي الشمس. اللي بيفتح بقه في البلد دي سواء كان مواطن بسيط أو دكتور ناجح مصيره بيبقى معروف. دكتور ضياء العوضي سابنا وساب وراه أسئلة بتصرخ، والنهاردة السؤال مش بس هو مات ازاي، السؤال الحقيقي واللي لازم كلكم تجاوبوا عليه في التعليقات: مين اللي قتل ضياء العوضي؟ ومين المستفيد من صمت صوته للأبد؟ رحم الله الدكتور ضياء، الحقيقة هتبان مهما طال الزمن.